مساء الخير للجميع. أيتها المواطنات، أيها المواطنين الأحرار، أقف أمامكم اليوم أنا ليندا ساحل، مواطنة جزائرية ومناضلة سياسية ملتزمة والناطقة الرسمية باسم الحراك الديمقراطي الجزائري أشديا، لأشارككم مبادرة مواطنين ولدت امتدادا للحراك الشعبي لسنة 2019. منذ فبراير 2019 نزل ملايين الجزائريين والجزائريات إلى الشوارع تحت شعار واحد: دولة مدنية لا عسكرية، الجزائر حرة ديمقراطية، عدالة مستقلة. لقد كشفت هذه الصرخات من أجل الحرية عن قوة ووعي الشعب الجزائري، ولا يزال صداها يتردد في أذهان وقلوب الكثير منا. لكن رغم هذه التعبئة السلمية والقدوة، واجه النظام ذلك بالقمع والاعتقالات وغلق فضاءات الحرية ومصادرة المؤسسات. أمام هذا الواقع لم يعد الانتظار كافيا. لقد قررنا إنشاء حركة الحراك الديمقراطي الجزائري أشديا، ليس للتحدث باسم الحراك أو لتمثيل كل الشعب، بل لتمديد أنفاسه وتحويل مبادئه إلى مشروع سياسي منظم وسلمي. رؤيتنا واضحة: بناء دولة ديمقراطية عصرية قائمة على العدالة والحرية، ضمان عدالة مستقلة في خدمة المواطن لا تستعمل سلاحا ضده، القطع النهائي مع نظام الفساد واحتكار السلطة، تمكين الشباب والأجيال الجديدة من تشييد جزائر وفية لروح نوفمبر 54 ولنفس فبراير 2019. أيتها الأخوات والإخوة، إن حركة أشديا ليست بديلا عن الحراك، بل هي أحد ورثته. تريد أن تكون أداة سلمية وإطارا للتنظيم يجمع ويوحد ويحول الغضب إلى مشروع للمستقبل. لذا ندعو كل الجزائريات والجزائريين من الداخل ومن المهجر للانضمام إلينا. إن أشديا منبر وصوت وإطار مواطني للتقدم معا بسلام وعزيمة نحو جزائر حرة ديمقراطية. معا متحدين وملتزمين ستتحقق جزائر الحرية والكرامة والديمقراطية. تحيا الجزائر حرة ديمقراطية، تحيا قوة الشعب. انتهى البيان. الجزائر 23 سبتمبر 2025. شكرا.